البيت اللي بيراقبك حتى وانت نايم. في أطراف مدينة المنصورة كان في بيت مهجور من أيام الاحتلال الإنجليزي. الناس كانت بتقول إنه مكان لتعذيب المساجين، واللي ماتوا هناك اتحبست أرواحهم جواه. محدش كان بيقرب منه، لكن في يوم شاب اسمه سيف قرر يشتريه بسعر رخيص ويجدده. في أول ليلة قضاها في البيت سمع خطوات بتمشي فوق، رغم إنه عايش لوحده. حاول يطنش، لكن في الليلة التانية صحي من النوم لقى باب أوضته مفتوح، ومع إنه متأكد إنه قافله بدأ يشك في نفسه. في الليلة التالتة سمع حد بينادي باسمه من الدولاب. لما فتحه لقى جواه مرآة مكسورة، بس صورته فيها مش بتتحرك زيه. كان الوش جوه المراية بيضحك وسيفه واقف مرعوب. في اليوم اللي بعده بدأ يشوف أشخاص غرباء بيمشوا في البيت وبيسمع صرخات جاية من تحت الأرض. قرر يسيب البيت، لكنه لما فتح الباب لقى نفسه واقف قدام نفس أوضة نومه. حاول يهرب كتير، لكن كل ما يفتح باب يرجع تاني لنفس المكان. البيت كان بيحبسه وكان بيعيش على خوفه. وفي آخر مرة الكاميرا اللي كان مركبها صورته وهو نايم، وشخص تاني واقف فوق راسه بيتفرج عليه. سيف اختفى بعدها، لكن الفيديوهات لسه موجودة، وأي حد بيشوفها بيبدأ يحلم بنفس البيت ويصحى يلاقي نفسه فيه. لو عجبتك القصة اعمل ليك واشتراك ومتنساش الكومنت الجميل.